لو انت اجابتك لسؤال ليه عاوز تتعلم انجليزي لسه، اللي هو عشان الشغل، عشان الشغل او عشان السفر، او عشان الانجليزي مهم، عشان اكيد هحتاجه في المستقبل، محتاج تقعد مع نفسك شويه، وفعلا تجاوب على السؤال ده بشكل احسن. يعني حاسس السؤال زي كده فعلا محتاج، سؤال مهم، يعني سؤال محتاج تفكير اكتر شويه فيه. عشان ساعات بحس ان في ناس مش واخده الانجليزي بجديه، يعني they're not really taking it seriously، او هم مش مدركين مدى اهميه الانجليزي. ممكن انت مش مدرك دلوقتي، ولكن هيجي عليك يوم وتدرك مدى اهميه الانجليزي، وتدرك فعلا، ترجع بقى ساعتها تقول يا ريتني. تمام. وبجد هو ما اصعب كلمه يا ريتني لما تضيع منك فرصه، او لما تعمل حاجه، او لما ما تعملش حاجه يعني. آه، دايما كل الناس بتقول يا ريتني على حاجات مختلفه. انا في يا ريتني كتير جدا، يا ريتني حاجات كتيره جدا. ولكن انا طالع في الحلقه دي من البودكاست. انا نسيت اعرفك بنفسي الاول وبالبودكاست، ماشي؟ فنعمل انترودكشن بعدين نخش في الكلام. انا اسمي شريف عبد الباسط، وانت بتسمع بودكاست ريل توك، دي الحلقه رقم واحد من البودكاست. وشايف ان بالنسبه للحلقه رقم واحد مهم جدا نتكلم على ريل توك اتعمل ليه اساسا. يعني ريل توك اتعمل عشان اساعدك ان انت تحسن الانجليش بتاعك، او اكون جزء somehow influential في طريقك لتعلم الانجليش. ولو انت اول مره تسمعني برضو، فانا انجلش انستراكتور. انا شغال انجلش انستراكتور بقالي مثلا 4 سنين. وخلال خبرتي كانجلش انستراكتور معظم الوقت كنت بشتغل مع بي 1 بلس وبي 2 سبيكرز، وعشان كده عملت اكاديمي اسمها انتنسو انجلش. تقدر تخش على السوشيال ميديا بتاعتنا، تيك توك، فيسبوك، انستجرام، www.intensoenglish.com، تعرف تفاصيل اكتر عن الكورسز اللي احنا بنقدمها. نرجع تاني لموضوعنا وهو الانجليش. فزي ما بقول لك، لو انت بتسمع مثلا بودكاست زي ده، ولسه بتسمع مثلا لحد الدقيقه دي دلوقتي، اللي هو يعني مجرد شخص بيكلمك unfiltered، no editing، no fucking edits، كل الكلام ده، يبقى فيه غالبا يعني انت عارف ان دي حاجه مهمه، بس ممكن تكون مش مدرك مدى اهميتها. فانا طالع في البودكاست ده عشان اقول لك مدى اهميه الانجليش، واقول لك ازاي الانجليش غير حياتي، واقول لك real life examples وقصص من student، يعني قصص على لسان students درسوا معانا، او درسوا معانا بشكل شخصي، او students درسوا معانا في اكاديميتنا، آم، او قصص يعني انا مريت بيها بشكل شخصي. زي ما اقول لك، طبعا البودكاست ده مش سكريبتد، يعني انا طالع كده بامبروفايز. هتحتاج ان انت تتعامل مع لحظات الصمت بتاعتي، او لحظات التفكير. برضه عشان تكون عارف انت بتسمع حد شغال الكاميرا وبيتكلم. لما اجي افكر مثلا في ازاي الانجليش غير لي حياتي، واديك كده نبذه سريعه، يعني انا اتعلمت انجليش ازاي. انا اتعلمت انجليش، او يعني اتقنت الانجليش. ممكن اقول مثلا انا اتقنت الانجليش وانا عندي 13 14 سنه تقريبا. وبالمناسبه انا مش خريج مدرسه انترناشونال ولا خريج مدرسه خاصه، انا كنت في مدرسه حكوميه متواضعه جدا جدا جدا. ما اخدتش كورسز، ما يعني انا اتعلمت لوحدي. وعلى سن 15 تقريبا كنت فلوينت، يعني كنت فلوينت speaking writing listening reading. وفي البودكاست الجاي هقول لك يعني انا اتعلمت ازاي وكده، بس ده مش موضوعنا. عاوز اتكلم على تاثير الانجليزي عليا بشكل شخصي. وانا عندي 15 سنه، تقريبا كنت في ثالثه اعدادي او اولى ثانوي او ايا كان. دي كانت اللحظه اللي انا يعني حسيت اوكي I can actually do this. وكنت ساعتها بتكلم، كنت بلعب اونلاين جيم اسمها سيلك رود. لو انت مواليد مثلا في الالفينات او حاجه، ممكن تكون سمعت اللعبه دي، سمعت عن اللعبه دي. اللعبه دي انا بتتعرف فيها، بتلعب يعني مع ناس اونلاين مش عارف ايه، وتعرفت فيها على حد من المانيا. وده كان اول حد في حياتي اكلمه بالانجلش. وفي لونج ستوري ورا الموضوع، ان انا اصلا كان عندي سوشيال انزايتي. والفتره دي عموما في حياتي يعني ما كنتش يعني confident person. يعني كنت ابعد ما يكون عن الثقه بالنفس، عن اي حاجه عن اي حاجه عامه. وبعد ما اتكلمت مع ساشا، حاسس يعني بعد ما انا ايقنت ان انا بعرف اتكلم انجلش، حاسس ان انا عالمي اتغير تماما. يعني البارادايم بتاعي، او يعني the way كده I think about things has completely changed. واما بفتكر ايه هي مثلا كانت لحظات محوريه في حياتي، الانجليش كان بيلعب دور
كبير جدا فيها. مثال، من سن 15 لسن ثالثه ثانوي او من سن 14 لسن ثالثه ثانوي، انا كنت بستعمل موقع اسمه ريدت. تمام، وكنت بستعمل موقع اسمه ريدت عشان اعمل فلوس اونلاين. اوكي. وانا عندي 14 15 سنه، فاكر ساعتها رحت مكتب البريد المصري وعملت اللي هو الكارت، كان كارت اسمه ايزي باي عشان اعمل باي بال اكونت ليا. وابتديت وانا عندي مش باين 15 سنه ولا يعني مش فاكر السن بالتحديد، ولكن في فترات الثانويه العامه ان انا اشتغل اونلاين وان انا اجيب فلوس اونلاين. طبعا ما كنتش بعمل فلوس كتيره يعني، بجيب مثلا $100 في الشهر ولا حاجه، بجيب مصاريف. ولكن انا لو ما كنتش بعرف اعمل انجليزي، لو ما كنتش بعرف اتكلم انجليزي وبعرف اتواصل كويس بالانجليزي، انا ما كنتش عارف اعمل كده. رايت. فانا ابتديت يعني الانجليزي ابتدى يجيب لي شغل وانا عندي 15 16 17 سنه، كنت بصرف على نفسي ساعتها مور ليس بشكل كامل. لما دخلت ثانوي كان عندي مشكله في الالتزام، او يعني ما كنتش عارف اذاكر كويس. جات لي فكره ان انا اخش برضه على ريدت، وده الموقع اللي انا استعملته عشان اتعلم انجليزي، او يعني الموقع اللي كنت بقضي عليه وقت كتير جدا. استعملت ريدت ولقيت كوميونتي او جروب في يعني جروب عن المذاكره، عن ازاي تبني عادات مثلا كويسه وتذاكر كتير ومش عارف ايه وكده. وقررت ان انا ابني الكوميونتي الخاص بيا، وعملت بوست على ريدت: يا جماعه انا هاي سكول ستودنت، وانا بدور على ناس آه، عندها نفس المشكله اللي انا بواجهها، وهي مشاكل في الالتزام، او ان هو مثلا بيكسل، او ان انا بمسك الكتاب مش بقعد عليه نص ساعه وبعدين بقوم. وعملت اونلاين ستادي جروب. الجروب دي كان فيها تقريبا 25 واحد من كل دول العالم. وكنا بنعمل ايه؟ كنا احنا بنفتح كل يوم: يا جماعه انا هذاكر مثلا كل يوم من 8 ل 4، وانا عارف مثلا في مايكل مثلا هيذاكر برضو من 8 ل 4، بيقول اه يا مي تو تومورو 8 ام 8 ام till 4 بي ام. تمام. بعدين بنعمل ايه بكره؟ لو انا مش موجود مايكل بيكلمني يقول لي: شريف افتح دلوقتي وبطل كسل، لو هنقول كسل يعني عشان برضو ايه يكون في. والكوميونتي ده كان السبورتيف سيستم بتاعي خلال فتره الثانويه كلها. والجروب ده هو اللي خلاني اذاكر كل يوم بسبع وثمان ساعات. حتى ده بعد يعني تكنيكلي فشلي في الثانويه العامه، عشان انا الثانويه العامه قسمتها على سنتين بدل ما انا اخدها على سنه. يعني جيت على اخر اول سنه حسيت ان انا الدنيا بايظه معايا، وانا كان هدفي ساعتها ان انا اخش كليه الألسن، بس انا مستحيل الم كل الحاجات اللي متراكمه عليا دي. فانا هقسم سنه. وساعتها ده كان بالنسبه لعيلتي مثلا او لاصحابي مش يعني دلوقتي الموضوع مش بالاهميه دي، بس كان اللي هو ايه، كان تكنيكلي فشل. وفي سنه تانية تانية يعني ثالثه ثانوي اللي هي السنه الثانيه بتاعتي، عملت الجروب ده. والجروب ده ساعدني ان انا اذاكر كل يوم كتير، ساعدني ان انا اكون صداقات، ساعدني ان انا اكون علاقات مع ناس من دول مختلفه. دخلت كليه الألسن، جبت 95% باين او حاجه. طيب لو الجروب ده ما كانش موجود غالبا ما كنتش دخلت كليه الألسن. ما تعرفش يعني حياتك ما كانت هتمشي في انهي مسار. بعد ما دخلت كليه الألسن الانجليش بتاعي ساعدني ان انا اتواصل. انا دخلت كليه ألسن قسم اللغه الصينيه. الانجليش ساعدني ان انا اتواصل مع الدكاتره، عشان الدكاتره انت في سنه اولى ما تعرفش اي حاجه يعني، هم بيشرحوا لك بالانجلش. فانا بحضر محاضره بسمع بالانجلش وبفهم هي بتقول ايه او الدكتوره بتقول ايه. كمان ساعدني ان انا اذاكر صيني اونلاين عشان ما فيش مدرس عربي بيدرس صيني. ده اداني ادفانتج شويه، مش هقول ان انا كنت يعني جامد جدا في الكليه، ولكن كنت شاطر. ده اداني ادفانتج. كنت بستعمل ماتيريال، كنت بستعمل فلاش كاردز بنزلها مثلا على انكي، وبستعمل كنت بعمل حاجات مفيش حد يعني يعرف عنها، عشان انا بس كان عندي access to information in English. بس كده. وفي سنة تالتة كلية، أو في نهاية سنة تانية بالنسبة يعني للناس اللي دخلت مثلا ألسن أو آداب قسم صيني، قسم اللغة الصينية معروف بإن أنت ممكن تاخد منحة وتسافر الصين. ويشاء القدر إن أنا في تالتة كلية تجيلي المنحة دي وأسافر الصين. سافرت في 2019. لما أنا سافرت الصين إيه اللي حصل؟ سبحان الله برضو الإنجليزي كان مفيد. يعني كل الحاجات دي أنا مش بحطها في الحسبان، يعني I just take it for granted. ولكن فعلا لما بفكر حياتي مشيت إزاي، 2019 سافرت الصين، كانت احسن سنه في حياتي. ليه؟ عشان انا عملت صحاب كتير. انا كنت متصاحب على الدورم كله، يعني كل السكن الجامعي اللي كان هناك كلهم كانوا اصحابي. كلهم كانوا اصحابي من دول مختلفه.
وده بجد خلاني اتبسط، يعني خلاني احس اللي هو مش بالوحده. فاهم؟ يعني انت لو رايح مثلا الصين، انت بتتكلم عربي وصيني ومش بتتكلم انجليزي، انسى ان انت يكون عندك حياه اجتماعيه، انسى ان انت تعمل تجارب جديده. تمام. الا بقى لو انت مثلا هتتعرف على ناس من الصين مثلا. يعني في ناس مثلا بتسافر تقعد في البابل بتاعتها، اللي هو انا مصري فانا اشوف الناس المصريين واقعد معاهم. انا مش عارف من السعوديه فانا اشوف الناس من السعوديه، انا من كوريا فانا كده بيقعدوا في البابل بتاعتهم كده، ولا بيشوفوا حد، ولا انت اكنك قاعد في مصر بس قاعد في دوله تانيه. طب بالنسبه للصين، سافرت وكونت صداقات، في من الصداقات دي لسه على اتصال لحد دلوقتي. الصداقات دي خلت فعلا قعدتي هناك مش موحشه، مش حاسس، ما كنتش حاسس بالغربه عشان انا كنت ملموم بناس. آه، بعد ما رجعت من الصين، ايه اللي حصل؟ اه، تالتة ورابعة كلية اشتغلت من البيت، كنت شغال في كول سنتر، كنت شغال مع شركة في اليو كي. وتالتة ورابعة كلية برضو كنت بصرف على نفسي، وكنت بحقق دخل كويس جدا 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 بالنسبة لي كطالب. يعني أنا كنت بروح الكلية الصبح وبالليل بشتغل وبحقق دخل، يعني مش المفروض حد في سني يحققه. وبالمناسبة الفيديو ده أو البودكاست ده مش معمول يعني عشان أشوف، بس عشان أنا بوريك البوسيبيليتيز أو الحاجات آه، اللي حصلت في حياتي، والإنجليزي كان مهم بسببها. تمام. تالتة ورابعة كلية اشتغلت في الشركه دي وحوشت مبلغ كبير، سمح لي ان انا اخد الخطوه وابتدي البيزنس بتاعي، او ابتدي البيزنس بتاعي لاول مره. والبيزنس ده فشل، يعني هي كانت برضو اكاديمي، ولكن انا ما كنتش افهم اي حاجه في اي حاجه، واعتقد برضو لسه يعني مش هقول ان انا بقيت فاهم، ولكن اتعلمت. البيزنس ده خسرت فلوسي كلها او خسرت مدخراتي كلها، ولكن بسبب الشغل ده اداني الفرصه، او اداني متسع من الحريه، او يعني بريدنج كده روم، عشان اعرف اتنفس واعمل الحاجه اللي انا عاوز اعملها. ساعتها كان البيزنس. بعد ما البيزنس ده فشل، آه الانجليش بتاعي، عشان الانجليش بتاعي كان كويس وكنت بعرف اتكلم صيني، ابتديت ان انا ماركت لنفسي في السوق الصيني، وابتديت ان انا اشتغل مع طلاب من الصين. تمام. عشان مثلا في مصر يعني في فرق عملة طبعا، فهو يعني صعب شوية ان انت تعمل فلوس. اوكي. وده ده محور فيديو برضه في الاخر يعني. at the end of the day هو الموضوع كله يا اما هيتمحور على الفلوس، يا اما على علاقاتك مع الناس التانية، او هيتمحور على، او هيتمحور حوالين نظرتك لنفسك، او يعني رؤيتك، حاسس بايه تجاه نفسك. فاهم؟ يعني حاسس بالفخر، ولا حاسس ان انت مبسوط من نفسك. دي هتبقى المحاور الرئيسية للبودكاست، او دي المحاور اللي احنا هنتطرق ليها. بس وبعد ايه، بعد ما البيزنس فشل، ابتديت ادرس للصينيين واحده واحده، الدنيا مشيت واحده واحده. ابتديت اقرا كتب كتيره واحده واحده. طبعا في حياتي كلها كان معظم المنتورز مثلا، او الناس اللي انا ساعدوني اتقدم، اتطور، معظمهم كانوا يعني انفلونسرز مثلا موجودين على يوتيوب. معظم البودكاست مثلا اللي غيرت عقليتي او اللي علمتني حاجه هي كلها بودكاست بالانجلش. كل الكتب اللي انا قريتها كانت كتب بالانجلش. الكتب دي ساهمت في تعليمي. فانا بجد مش متخيل انا حياتي كانت هتبقى عامله ازاي مثلا لو انا ما كنتش بعرف اتكلم انجليزي. بجد. ممكن ما تعرفش طبعا. اي تغيير صغيره في الماضي بتاعك بتغير التراجكتوري بتاع مستقبلك كله. بس I would say ان الانجليزي كان مفيد جدا في حياتي، واداني فرص انا ما كنتش احلم بيها. تعال نتكلم دلوقتي على الموضوع من منظورك انت. ازاي الانجليزي ممكن يغير حياتك، وازاي المفروض تبص للانجليزي. وهحكي لك على شويه قصص مثلا من الطلاب بتوعي، او من حياتي مثلا. انا ممكن اتكلم مثلا لمده ساعه على اهميه الانجليش. بجد انا هفضل اكرر كل الحاجات، عشان انا بجد نفسي تفتكر الكلام ده، وان الكلام ده يحدث تغيير. عشان انا بحس ما فيش حد، ما اعرفش يعني في حد على يوتيوب او في مثلا بودكاست اتعمل على الموضوع ده، مثلا حد مصري او حد عربي بيتكلم في الموضوع بالتفصيل الممل. عشان ساعات فعلا it needs to be like artistically clear, like it needs to be very fucking clear.
why you're doing what you're doing and why it's important. من المواقف مثلا اللي انا عمري ما انساها ان انا في رابعه كليه، بعد ما خلصت رابعه كليه انا كنت شغال في الشغلانه بتاعت الكاستمر سيرفيس دي، وانا حسيت ان انا خلاص تمام، يعني انا دلوقتي financially secure. انا حاسس ان انا عاوز حاجه مختلفه، انا عاوز do something different دلوقتي، مش عاوز افضل في نفس الشغلانه يعني لفتره تتعدى السنتين. تمام، انا يعني تمام اتعلمت كتير من الشغل ده وعملت شويه فلوس كويسين، شكرا عاوز امشي. وحضرت ايفنت كان في الجريك كامبس، ودي كانت اول مره اروح فيها جريك كامبس في حياتي يعني. مكان نضيف جدا، ومكان مكان يخض. عارف اللي هو لو انت برضو من الميدل كلاس او لو انت من اللور ميدل كلاس كده، ساعات بتخش اماكن تخضك، اللي هو I don't belong here. آه، وكان ايفنت اسمه الواي كارير سمت. واي كارير سمت هي فيسبوك جروب اسمها ذا واي كارير شات. انصحك تخش الجروب ده على فيسبوك، جروب جميل جدا. وانا فاكر ساعتها انا كنت عندي، يعني كنت في سن التخرج، فكنت غالبا 21 سنه 22 سنه، كنت بدور على اللي هو بقى توهت ما بعد التخرج، اللي هو انا بعد ما اتخرج هعمل ايه وهشتغل ايه كده. وهم كانوا عاملين سمت، والسمت ده كان مدته يومين. السمت يعني ببساطه هم جايبين ناس اكسبرتس في مجالات مختلفه، جايبين مثلا سي اي اوز وفاوندرز، ومش عارف انا ماركتنج اكسبرت، وانا اتش ار ريكروتر، وانا مش عارف ايه، وانا ناس من رولز مختلفه بتدي ورك شوبس عن توبكس مختلفه، بحيث ان هي تدي جايدنس مثلا للناس اللي هي لسه في الكليات او الناس اللي هي في الفريش جرادز ومش عارف ايه. والايفنت ده ساعتها كان ب 400 جنيه، قلت ماشي تمام ندفع الفلوس ونتمنى ان احنا نلاقي الاجابه اللي احنا بندور عليها هناك. لما رحت الايفنت ده كان ليميتد، كان ليميتد سيت يعني، فكان 20 واحد بس، يعني 20 واحد بس اللي يقدروا يحضروا الايفنت. مين اللي كان في الايفنت؟ برضه ناس زي طلاب، بس كان في حاجه مختلفه بجد. الناس دي was very obvious that they come from a completely different background, completely different social background و completely different uh, let's say مثلا financial background for lack of better terms. وانا مش عارف انا ليه بتكلم في الانجليزي بس خلينا يعني انا كنت بقول ان من الواضح جدا ان الناس دي جايه من بيئه مختلفه تماما عن البيئه اللي انا اتربيت فيها. الناس دي فعلا متعلمه كويس. و it's very obvious ان الناس دي يعني في باك جراوند مختلفه تماما عن الباك جراوند بتاعتي. الموضوع كان ظاهر جدا لدرجه ان انا اللي هو سميتها كده بعد 5 دقايق بقول الناس دي في حاجه مختلفه عني. طبعا ده كان يعني كان جوايا، بس طبعا يعني تمام ماشي، الناس دي مختلفه عني بس قشطه ماشي اليوم. والايفنت ده ما كانش معلن ان هو هيكون بالانجلش، ولكن كل الورك شوبس بجد، كل اللي هو انا خبير مجال مش عارف ايه في مش عارف ايه، انا خبير التسويق الرقمي والتحول مش عارف ايه، انا بزنس اناليست بلا 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 بلا، انا سي او فاوندر 15 بزنس. الناس دي الورك شوبس بتاعتها كلها like 90% of the time، 90% من الوقت هو قاعد بيتكلم انجليزي ووسطهم كلمتين عربي، او يعني نص نص ونص. وبعدين بعد مثلا ما حد بيدي السبيتش بتاعه، يخلص الكلام بتاعه، ايه اللي بيحصل؟ الناس مثلا بتشتغل في جروبس صغيره، والعيال اللي كانت بتحضر الايفنت ده، مش حاسس انه مناسب قوي اقول عليهم عيال، بس الناس اللي كانت بتحضر الايفنت ده برضو بتتكلم بنفس الطريقه، يعني بتتكلم اللي هو بتتكلم يعني هو نص كلامهم انجلش ونص كلامهم عربي. وغالبا الناس دي مثلا خارجين كليات زي اي يو سي او جي يو سي او اي حاجه من 3 حروف، او مدارس انترناشونال. فهو متربي كده، هو يعني هو متعلم كده. وساعتها فعلا بقى حسيت بقى اللي هو انا لو مش بعرف انجليزي هنا كنت اتمنى ان الارض تتشق وتبلعني بجد، عشان كنت احس ان انا اقل من الناس دي كلها يعني. آه، اما انت تتحط في موقف انت عارف ان انت، مش هقول لك ان انت يعني اوحش واحد في الاوضه، بس بجد ما يعدي عليك موقف تحس اللي هو هي ليه الناس دي احسن مني، فعلا هتتضايق من نفسك. و... ولحد دلوقتي انا لسه فاكر الايفنت ده كويس جدا، يعني عشان انا قلت هو انا مثلا لو انا كنت شخص مش بيعرف يتكلم انجليزي،
احساسي كان هيكون ايه في الورك شوب ده، في الايفنت ده. والموقف ده بقى اتحكى لي بصيغ مختلفه جدا من ناس مختلفه جدا. يعني هو نفس الموقف ده بيتكرر مع ناس مع ناس مختلفه حوالين العالم. هي يونيفرسال اكسبيرينس. انا رحت الايفنت مثلا الشركه كانت عاملاه، ومش عارف، وفي واحد من المانيا جه كلمني وانا ما عرفتش ارد عليه، وقعدت اعرق ووش احمر. تمام، واتوترت وكان شكلي زي الزفت. تمام. انا كنت المفروض ادي برزنتيشن عن مش عارف ايه، وطلعت على المسرح ما عرفتش اتكلم. ما عرفتش اتكلم كلمتين وقعدت تحت. انا مش عارف، انا جالي جوب اوفر في شركه في الامارات، انا جالي جوب اوفر في مش عارف فين، انا جالي جوب اوفر في اي حاجه، وانا خايف اروح الانترفيو. انا رفضت الجوب اوفر عشان انا عارف ان انا هعمل انترفيو مش عارف اتكلم انجلش، واعرض نفسي للاحراج. فرص فرص بتضيع. طيب، الناس دي يعني، وكلامي موجه بالتحديد للطلاب، الناس اللي هي لسه ما ابتدتش حياتها العمليه. بجد من دلوقتي الحق نفسك. انت من دلوقتي ممكن مش حاسس ان الموضوع سيفير، او مش حاسس ان الموضوع مهم، بس بجد حتى لو انت مثلا مش شايف ان انت هتستعمل انجلش في النير فيوتشر او في المستقبل القريب، فبجد محتاج تاخده بجديه. عشان انت مش هتعرف اليوم اللي انت هتحتاجه فيه، مش هتعرف اليوم اللي الجوب اوفر يجي لك فيه بيقول لك ايه، احنا عاوزين نوديك امريكا نشغلك ب 3000 دولار في الشهر. طيب، ماشي. ايه، طيب تعالى نعمل انترفيو. تعالى بقى نعمل انترفيو، هتجهز بقى تكنيكال، ولا تقعد تبراكتس الانجليش، ولا تقعد تحفظ ام از ار، ولا تقعد تحفظ الاجابات اللي هو بقى My name is شريف عبد الباسط. I am 26 years old. هو انت يعني انت في مرحلة تانية دلوقتي في حياتك، محتاج تركز على حاجات. get it over with. ده كلامي للطلاب. تخلص من انجلش وحله. حل المشكلة دي واتقنه، اتقن الانجليش قبل ما تتخرج. طيب، كلامي بالنسبة بقى للجرادز يعني، او لو انت مثلا فوق let's say مثلا 25، من ال 25 لحد حتى ال 40، انت ممكن تكون متضايق. ممكن تكون متضايق من نفسك، اللي هو انا ليه مش بعرف اتكلم انجليزي، او هو انا مثلا يعني انا كنت المفروض اتعلم، انا كنت المفروض اعمل كذا كذا. ماشي، تمام. كنا المفروض، ويا ريتني نفسي الزمن يرجع، بس للاسف all of this doesn't happen. فاللي انت محتاج تعمله، it sounds very obvious ان انت get started. آه، والبودكاست ده مع ان هدفه هو فعلا توعية الناس او اضافة value، او اضافة قيمة بشكل ما، او لو هنتكلم مثلا على التوعية يعني ازاي اذاكر انجلش، ده هنتطرق ليه في البودكاست. بس انت مش فايتك حاجة يعني. معظم الناس مثلا اللي هي مش بتتعلم انجلش، غالبا هي اتكالية، او يعني المصادر موجودة، الويب سايتس موجودة. انت اتفرجت على 30 ريل لياسمين خالد، شوت اوت ياسمين خالد. اتفرجت على، عارف ان في تشانل على يوتيوب اسمها The American English، عارف ان في تشانل مثلا اسمها، عارف ان في موقع اسمه اي حاجة، عارف ان في تشات جي بي تي، صح؟ هل الطرق دي مثالية؟ هل الطرق دي احسن طرق؟ ممكن لا. ما انا شايف ان في طرق كتيرة جدا انها مش مثالية، شايف ان في طرق احسن عشان اتعلم انجليزي. بس طول ما انت اوبسيست بالروتين المثالي، او الطريقه المثاليه لتعلم الانجليش، او اي حاجه يعني عشان تبتدي، آه، صدقني انت هتفضل في نفس مكانك. يعني you just need to get started. you just need to get started. you need to get started and you need to take it seriously. خد الانجليزي بجديه. ما ينفعش تكون آه، في بوزيشن عالي في شغلك، او في، او يا عم انت، ما انت unemployed، انت بتاخد 3000 جنيه في الشهر، تمام. ما ينفعش ان انا افضل في نفس المكان. تمام، انا نفسي ارجع في الزمن واتعلم، نفسي ارجع في الزمن واتعلم واتقن واحسن من حياتي. اوكي، معاك. امتى تقدر يعني، ايه هو احسن وقت عشان تزرع فيها شجره، او يعني اللي هو انا بترجم مثل بالانجلش، وبيقول يعني the best time to start was yesterday. احسن وقت تبتدي فيه هو كان امبارح.
the second best time، ايه تاني احسن وقت ابتدي فيه؟ هو النهارده. هو ان انا افتح السيف بتاعي واخد اكشن، اعمل اي حاجه بجد. ايه إيه في البودكاست ده يعني، انا خلاص، انا مثلا 26 ساعه 26 دقيقه بنتكلم في ليه الانجليزي مهم. واتمنى ان 26 دقيقه دول يكونوا influential somehow. بجد you need to wake up. uh, you need to wake up. اكتب على ورقه وقلم ليه فعلا عاوز تتعلم انجليزي. اكتب عن الفلوس. شايف ان الفلوس مهمه جدا. انا عاوز اتعلم انجليزي عشان اعمل فلوس. انا عاوز اتعلم انجليزي عشان اشتغل في كول سنتر. بجد it's okay. call centers are okay. it's just a job. okay. مجرد شغل. وهنتكلم في حلقات جديده، في حلقات تانية على موضوع الكول سنتر ده. بس بجد انا عاوز اشتغل انجليزي عشان اقبض 15000 جنيه في الشهر، عشان انا دلوقتي بقبض 2000 جنيه في الشهر، ولا 3000 جنيه، ولا 5000 جنيه، بشتغل 12 ساعه. تمام. وانا محتاج ان انا انمو. تمام. فانا محتاج فاينانشال، مش هقول لك فاينانشال فريدم، يعني فاينانشال، يعني مش عارف فاينانشال اي بي سي، اللي هو يعني انا مغطي احتياجاتي كبني ادم، انا مغطي سكني، انا مغطي اكلي وشربي ولبسي. في بيفيد جزء من مرتبي بحوشه، ببتدي الامرجنسي فاند بتاعتي، او مدخرات مثلا للطوارئ. ماشي، ادخرت للطوارئ. طيب تعالى نشوف بقى انا عاوز اعمل ايه. انا عاوز اروح الجيم، اخلي بالي من جسمي. عاوز اكل كويس، اخلي بالي من جسمي. عاوز احضر كورس. عاوز اروح لثيرابيست. عاوز اي حاجه يكون عندي فلوس اقدر استثمرها في نفسي، وابتدي ابني نفسي واحده واحده واحدة. الانجليزي بجد، لو انت يعني وضعك المادي مش احسن حاجه، الانجليزي هو يعني اول خطوه في طريق هروبك من الفقر، واول خطوه في خروجك من المكان اللي انت مش عاوز تقعد فيه، من الشارع اللي انت مش عاوز تقعد فيه، من المواصلات اللي انت مش عاوز تركبها، من الاهداف اللي انت عاوز تحققها. في take it seriously. اكتب اهدافك على ورقه وقلم. وانا مش هقدر اقول لك اتعلم انجليزي عشان كذا كذا. اتعلم انجليزي عشان تسافر، اتعلم انجليزي عشان تشتغل. انت عارف انت عاوز تتعلم انجليزي ليه. او اتمنى انت تكون عارف انت عاوز تتعلم انجليزي ليه. ولو مش عارف، ورقتك وقلمك هم اللي هيدوك الاجابه. انت عاوز تعمل ايه في حياتك، عاوز توصل لايه. اكتبها على ورقه وقلم. اتكلم على الفلوس مع نفسك، او اتكلم على الفلوس مع اي حد تاني. اتكلم على اللي هو انا مش راضي بالانجلش ليفل بتاعي. اتكلم على ان انا عاوز اما اطلع اتكلم قدام ناس تانية ابقى واثق في نفسي، وما بقاش خايف من اللي انا بقوله. ما احسش ان انا بهبل، او ما احسش ان الناس هتضحك على نطقي، والناس هتضحك على الجرامر. الناس هتقول ايه. آه، وهتحتاج ان انت ما تخافش تتكلم في الميتنجز. محتاج ان انت ما تخافش ان انت تعمل انميوت تقول رايك في حاجه. هتحتاج ان انت ما تخافش تروح الانترفيو بتاعتك. انت تخاطر، انت تطلع تتكلم قدام اتش ار ريكروتر، وانت قاعد كده اسد. دي كلها افكار. اتمنى فكره منهم تعلق معاك. اتمنى البودكاست ده يكون ساعدك باي شكل من الاشكال. ودي كانت اول حلقه لينا في ليه، في بودكاست ريل توك. انا اسمي شريف عبد الباسط التاني، و thank you so much for listening. اشوفك في الحلقه الجايه قريبا باذن الله.